بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يا رجالة النهاردة هنتكلم عن محاضرة المانجمنت بتاع المينور ديس اوردرز اوف البريجننسي. ازاي نعمل إدارة للاضطرابات الحمل أو الاضطرابات المشاكل بتاع الحمل. المحاضرة طويلة فهنحاول نقول الكلام المهم وبسرعة كده، فركز وهتلاقي الدنيا سهلة إن شاء الله بإذن الله. تمام. قال لك اول حاجه ان المينور ديس اوردرز اوف البريجننسي ديت ار نوت لايف ثريتنج، يعني مش عم تهدد الحياه. ان الاضطرابات دي ما تهددش، ممكن يحصل اضطرابات عادي زي مثلا النوزيا والفوميتنج كونستيبيشن هارت بين الكلام ده كله، فدي ما تهددش الحياه ويعني ما تسببش ديث بمعنى صح. تمام. قال لك زير ار كوزلي باي هرمونال، هي عم تسبب بواسطه تغيرات في الهرمونات، والميتابوليك اللي هي التمثيل الغذائي اند بوسترال تشينجز والتغيرات الجسديه يعني وكده. تمام. از ذا بودي اكوموندز تو بريجننسي، لما يبتدي الكومنديتيز لما يبتدي الجسم يتكيف عليها بعد كده. تمام. يعني بعد ما بمعنى صح بعد ما يحصل حمل اول مره والست دي حملت لاول مره، فدي اعراض جديده بالنسبه لها فمش عارف. انا بقى لما تيجي تعمل تاني او تالت او رابع كده، فده عارف ان خلاص الجسم تهيأ الحياة دي قبل كده او اتكيف مع الحياة دي، فلو اتحصلت خلاص بالنسبة لها ده شيء عادي. تمام. قال لك بعد كده هنبتدي نقسم الديس اوردرز دي لثلاث مراحل: الفيرست ترايمستر والسكند والثيرد ترايمستر. جميل. قال لك اول حاجه هنتكلم عنها عن في الفيرست ترايمستر. يبقى ايه المينور ديسكمفورت اللي بتحصل في الفيرست ترايمستر؟ اول حاجه في الجهاز الهضمي بيحصل ايه يا عم؟ قالك بيحصل مورنج سيكنس اللي هو قسيان صباعي، يعني بيحصل نوزيا وفومتنج. تمام. قالك النوزيا والفومتنج كيور بتوين 4 ل 6 ويكس، يعني ان الفومتنج والنوزيا عم يحصل ما بين من 4 ل 6 اسابيع من الجاستيشن من الحمل. ان اباوت حوالي من 50 ل 70% من الاكسبنتال ماذرز من الامهات الحوامل. تمام. قالك it is not confined to early morning but can occur at any time during the day، يعني قالك مش عم يقتصر الامر على الصباح بس، ولكن ممكن يحصل في اي وقت من اليوم. فقال لك ان النوزيا والفوميتنج مش ممكن لما يحصل في الصباح بس، لا ممكن يحصل في اي وقت تاني من اليوم. حلو. بعد كده الكوزز، الاسباب بتاع النوزيا دي او الفوميتنج. قال لك ذا موست لايكلي كوز از هرمونال انفلونس، التاثير الهرموني. احنا قلنا اول حاجه لما جينا نتكلم عن الديس اوردرز نفسها قلنا دي بسبب هرمونال جينز، يعني بسبب تغيرات هرمونيه. فاي حاجه تحصل ممكن تكون بسبب تغيرات في الهرمونات. تمام. يبقى قالك هرمون ايوه زي الهيومن كرونيكال جانتوتروفين، قالك زي الهرمونات اللي موجوده في الغده التناسليه الانثويه عم يبتدي يحصل لها تشينجز، تغيرات فتسبب تعمل نوزيا وفومتنج. تمام. ايموشنال فاكتور زي التنيشن، في عوامل عاطفيه مثلا زي التوتر، ممكن بسبب التوتر الشديد ممكن يحصل فومتنج. تمام. دي الكوزز بتاع الفوميتنج. نيجي بقى لتالت حاجه اللي هي المانجمنت او التريتمنت بتاعها. قال لك understanding the causes helps in coping، فهم السبب يساعد في التأقلم، يعني تحاول تفهم السبب عم يساعدك في ان انت تتأقلم مع الوضع. يعني بمعنى مثلا ان انت جالك فوميتنج، انت كشخص عادي فانت عرفت مثلا ان الفوميتنج ده انت اكلت حاجه مثلا وحشه، بطنك وجعاك مثلا، خدت كان عندك برد وكلت حاجه اللي هي بتكشف البرد فعملت ترجيع. فانت لما تبقى عارف السبب هيساعدك ان انت تتأقلم مع الترجيع اللي معاك. تمام. قالك adequate rest and relaxation، يعني الراحة الكافية والاسترخاء والأوفن هيلبع عما يساعدك في كثير من الأحيان عن انت
تقلل ريديوس التنيشن، تقلل القلق، وكمان تحمي نفسك من النوزيا والفومتنج. تمام، يعني انت تعمل ايه ريلاكسيشن، وان انت تعمل بيد ريست، يعني ترتاح في السرير كده هيقلل لك التنيشن اللي عندك، عشان كده ممكن يقلل ايه النوزيا والفومتنج. تمام. قالك ايه كمان؟ قالك eating 6 meals small meals، يعني تاكل 6 وجبات صغيرة، ما تاكلش وجبة كبيرة ولا وجبتين او 3 كبار، لا كل 6 وجبات صغيرة قد ايه في اليوم، rather than او 3 large ones، يعني بدل ما تاكل 3 كبار. تمام. قالك solid foods may be tolerated better، قالك يمكن تحمل الطعام الصلب بشكل افضل من الطعام السائل، يعني تحاول ان انت تاكل حاجة فيها الياف، يعني مثلا تاكل حاجة طعام صلب شوية، ما تاكلش كل مثلا مش تشرب شرب على طول، لا حاول مثلا تاكل رز. تمام. تمام. قال لك على سبيل المثال eating 2 or 3 crackers، يعني تاكل او تحط وجبتين من الايه من الكريكس اللي هي البسكويت. تمام. or day toast مش عارف ايه with nothing or drink، الكلام ده كله يعني بمعنى صح ان انت تاكل، احنا بناخد الكلام المهم، يعني مش بمعنى ان احنا بنطنش وملوش لازمة، لا احنا بناخد الكلام المهم، ان انت يعني تحاول تاكل طعام فيه اللي هو صلب شوية، ما تحاولش تاكل اي طعام ليكويد، واختار على كده امثلة زي ما انت عايز. تمام. بعد كده جالك الكربوهيدرات سنيكس، اللي هي الوجبات الخفيفة اللي عم تحتوي البيد تايم اند ايه بيفور ريستنج كان بريفنت الهايبر جلايسيميا. الوجبات الخفيفة اللي عم تحتوي على الكربوهيدرات في وقت النوم دي عم تساعد على ايه، اما قصدك عم تحمي من الايه من الهايبر جلايسيميا، اللي هو الضغط، اللي هو ايه نقص السكر، الهايبرجلايسيميا، نقص الايه السكر. يعني تحاول تاخد وجبات خفيفه، او انت قبل ما تنام جوعت فانت تاخد وجبات خفيفه ايه كده غنيه بالكربوهيدرات، عشان ما تعملكش ايه نقص سكر عندك which causes النوزيا والفومت. تمام. الفود should not have a strong odor، ما يكونش ليه رائحة نفاذة او رائحة قوية. تمام. should not be either very hot or very cold، يعني ما يكونش لا سخن قوي ولا بارد قوي، ولا يكون جريسبي يعني حار او مشطشط يعني. تمام. ولا يكون بارد والكلام ده كله. تمام. تمام. بعد كده تاني حاجة في الجاستيشنال في المعدة والجهاز الهضمي الاكسبنسيف سلايفيشن، اللي هي البيتاليزم اللي هو الافراط في افراز اللعاب، اللي انت لما يكون او الست دي لما يكون بريجننسي في اول فيرست ترايمستر عندها في التلت الاول ممكن يظهر عليها ايه ان هي اللعاب كل شوية ايه زيادة في الافراز بتاع اللعاب. تمام. قال لك it is occur from 8 weeks gestation and may accompany heartburn، يعني عم يحدث في خلال 8 اسابيع من الحمل، وقد يصاحب ايه حرقان في المعدة اللي هو heartburn، يعني ممكن يعمل حرقان في الايه في المعدة، يعني ممكن يحصل له complication زيادة في السلايفا فيعمل heartburn. تمام. قال لك this cause is pregnancy hormones، السبب برضو تغيرات هرمونية. explanation and attentive listening are helpful، والاستماع اليقظ ايه مفيدين، يعني انت تحاول تكون attention يعني منتبه للاستماع ايه مساعد ليك جدا. تمام. نيجي بعد كده لثالث حاجة وهي الهارت بيرن، اللي هو حرقان المعدة. قال لك it is a burning sensation in the stomach that rises into the throat، يعني احساس بحرقان في المعدة، انت تحاول ان انت حاسس بحرقان في المعدة عما يوصل للحلق بتاعك، تقول انا حاسس بنار طالعه من بوجي، دي طالعه من ايه من جوه. تمام. ده قالك برضه عما يكون بسبب ان اليوترس بريشر عما يبتدي يضغط على الاستومك فيعمل هارت بيرن، ده لما يكون فيه حمل، ابتدي اليوترس البيبي ينزل في اليوترس، خلاص ينزل في الرحم. تمام. فيبتدي يعمل بريشر على الاستومك لفوق كده، فالاستومك يحصل لها ايه هارت بين، تحس بحرقان في المعدة، الدنيا كلها اتحركت جوه، فانت تحس بحرقان في
في المعدة. ده قال لك سبب من أسباب الهارت بير. تمام. نيجي بعد كده للكوزس، الأسباب الأساسية. الكوز قال لك بروجسترون هرمون، اللي هو هرمون البروجسترون ريلاكس ذا كاردياك اسبنشر، اللي هو اما يعمل على بتاع ده ريلاكس، يعني يعمل على استرخاء عضلة القلب. تمام. of the stomach and allow relax or bubbling back of just content into the esophagus. يعني عم يعمل على ارتخاء عضلة القلب هرمون البروجسترون ده في المعدة، وعم يسمح الارتجاع وعودة المحتويات للاسفوجس، للمريء، يعني البنج. تمام. المانجمنت او التريتمنت بتاعه قالك avoiding المانجمنت او التريتمنت قالك avoiding البندنج over and lying الفلات can prevent the reflex، يعني تجنب الانحناء والاستلقاء، يعني تحاول ما تنحنيش لقدام ولا تستلقي لورا قوي. ده عم يمنع الريفلكس، عم يمنع الارتجاع عشان ما يسببش هارت بير. تمام. قالك sleeping with more pillows and lying on the right side can sometimes help، يعني انت تنام تكون تحتيك مخدات كتيرة على الجنب كده، تكون تحتيك مخدات كتيرة ولا وتنام على الجنب اليمين، ده بيساعدك اكتر. تمام. small frequent meal، برضو الوجبات الخفيفة ديت ممكن تساعدك، او take less room in the reduce stomach، عما تاخد مكان صغير في المعدة فبتدي تقلل من الهارت بير. تمام. بعد كده جالك resting in semi releasing position، يعني الاستراحة في وضع شبه مستلقي for about half an hour، لحوالي نص ساعة after meals in helpful، لحوالي نص ساعة بعد الوجبة دي برضو helpful مساعد ليك. تمام. قالك for presenting heart burn، اللي هو حركة presenting heart burn يعني حركة المعدة، persistent قصد heart burn اللي هو حركة المعدة المستمرة. the doctor may prescribe anticides، يعني ممكن الطبيب دوت او انت تروح تشوف الدكتور هيكتب لك حاجات مضادات للحمى. تمام. قالك تيكينج الباك صودا، ان انت تناول صودا ان جلاس اوف ووتر، في كوب من المية كده، وده بسبب is contraindicated because the possibility of retention of sodium and subsequent edema، وعم يسبب وزمة او ورم. تمام. يبقى هنبتدي نمنع تناول الصودا، يعني ما تشربش اي بيبسي او اي حاجة زي كده لما يكون عندك هارت بيل. تمام. بعد كده كمان قالك في الجاستيجنال، قالك البايكا دي معناها الوحمة، يعني بمعنى صح ان الست دي تتوحم على حاجات كده، حاجات غريبة، يعني بمعنى صح يقولك انا نفسي في كذا، مش عارف الكلام ده كله، فدي هي البايكا، الوحمة. تمام. قالك it is a term used when a mother craves certain foods or internal substance such as الكولا، يعني المصطلح المستخدم لما تبتدي الست دي تشتهي أطعمة معينة، حاجة معينة كده وغير طبيعية، حاجات يعني مش زي العادة. تمام. زي الكولا مثلا، هي مش تشرب كولا ومش تحب الكولا، فهي في الفترة دي اشتهت الكولا، او هي قالت انا عايزة كولا. ليه؟ عندها وحمة، يعني بتتوهم على الحاجة دي. تمام. قالك the cause is unknown، السبب غير معروف، but may be due pregnancy hormones، برضه ممكن يكون بسبب change of hormones، التغيرات في الهرمونات والميتابوليزم اللي هو التمثيل الغذائي. تمام. قالك the nurse should be aware of this condition، يجب ان تكون الممرض على دراية بالحالة دي، ان لازم تكون الممرض المتابع الحالة دي او الدكتور على دراية ان الحالة دي عندها بايك. تمام. and seek medication advice، وممكن تديها نصيحة طبية. تمام. قالك if the substance described is harmful to the fetus، لما يكون او هيسبب ضرر على الفيتس ده. تمام. بعد كده تاني قالك الكونستيبيشن، الامساك. الكونستيبيشن دوت
قال لك الكوز بتاعته والاسباب بتاعته. the most likely cause is hormonal influence، برضه بسبب التأثيرات الهرمونية. وبقى قلنا اي حاجة هتحصل سواء في الفيرست او السكند او الثيرد ترايمستر هتكون بسبب الايه، الهرمونات، بسبب تغيرات في الهرمونات حصلت عند الست دي لما يبتدي يكون في ايه، بيبي جديد. تمام. قال لك such as زي الهيومن كرونيكال جنتروفين زي ما قلنا، اللي هو الهرمونات بتاع الغدد التناسلية دوت، والاستروجين والبروجسترون هرمونات الحمل. تمام. وكمان ايموشنال فاكتور زي التنيشن، عوامل عاطفية زي التوتر. هتلاقي كلام كتير شبه بعضه هنا، فيعني تعتبر محاضرة لحد ما كويسة، بس هي طويلة حبتين. تمام. ايه اللي نقدر نعمله انت كنيرس او النيرس مانجمنت اللي انت تعملها لما الست دي يكون عندها كونستيبيشن؟ قال لك هتعلمها هيلث تيتشنج شود كونسيدر ذا فولوينج، يجب ان تراعي تدريس الصحه وانت تعلمها ازاي تاخد دايت ريتش ان روف، يعني النظام الغذائي الغني بالرفاج، النظام الغذائي الغني بالرفاج دوت. تمام. وانكريز الفلويد انتيك، وتحاول تزود السوائل اللي بتاخدها. والملك بيفور بيد تايم، الحليب قبل النوم، اللي هي تحاول تشرب ملك لبن. اكسرسايز، التمارين افتر 72 ساعة. قال لك اورز جليسرين سبوزيتري، يعني ممكن تديها الجليسرين، يعني ايه اللي هو البوز جليسرين، اور مايلد اللاكتاف، اللي هو حاجات ملينة يعني خفيفة، عشان تبتدي تخليها تاكل اكتر. عشان ايه؟ عشان البيبي الجديد. تمام. كلام جميل. بعد كده قال لك الايه، الجنتو يورينري سيستم، الجهاز البولي، او ايه التشينجز اللي بتحصل في الجهاز التناسلي البولي اثناء الفيرست ترايمستر. جالك changes in frequency of micturition، اللي هو التغيرات في في التبول. لما يبتدي يحصل تغيرات في التبول عند الست دي، يعني مثلا تزيد او تقل وهكذا. تمام. جالك in the early weeks of pregnancy، في الأسابيع الأولى من الحمل دوت it occurs due pressure of the growing uterus on the bladder. عما يبتدي يحصل التغير في البول ده بسبب إن هيبتدي يعمل الجرونج بتاع اليوترس خلاص عم يبتدي ينمو، فعم يعمل بريشر على البلادر. تمام. فعم يعمل ضغط على المثانة، ممكن يقلل المسافة بتاع المثانة دي، فتلاقي مثلا البول يزيد او يقل وهكذا. تمام. قال لك the pregnant woman should be reassured that the problem is resolved when the uterus ratio into the abdomen after 12 weeks. يعني قال لك لازم او انت لازم تطمن المرأة دي ان المشكلة دي هيتم حلها لما يبتدي يرتفع الرحم للبطن. لما يبتدي بقى اليوترس يبتدي يطلع لفوق، بدل ما هو بينزل لتحت هيبتدي يطلع لفوق في الابدومن في البطن بعد الاسبوع 12، يعني بعد ما تخلص الفيرست ترايمستر كلها. تمام.
المانجمنت اللي احنا نقدر نعملها، قالك البريجننت وومن از ريشورد، تطمن المرأة ديت، تحاول تطمنها انه بمجرد ما يحصل الحمل ده، بمجرد قصد ما يحصل الولادة، الليجامنت دي هترجع لطبيعتها زي ما كانت بالظبط. تمام. تنصح الومن دي كمان بانها تعمل اكسرسايز امبروفمنت اوف البوستر اند الابدومينال، يعني تحاول تحسن الوضعيه بتاع البطن، وكمان دوت عم يعمل لها سبورت وبريفنشن من الباك ايك، عم يحميها ويدعمها كمان من الام الظهر. تمام. بعد كده المصل كرامبس اللي هي تقلصات العضلات. الاسباب بتاعته ان الكرامبس دي الليج اللي هو التقلصات في الساق، والنيومبنس اور tingling may be the result of over stretching of muscle and fascia. يعني قال لك ان التقلصات في الساق ديت والتنجلينج اللي هو يحس ان رجله متخدره كده، يعني يقول لك انا حاسس ان جسمي متخدر، مش حاسس بحركه، مش حاسس بحركه، يعني مش حاسس ان انا ما اعمل حاجه، ممكن ابقى ماسك حاجه ومش حاسس ان انا ماسك. تمام. ده بسبب ان العضلات بتاعها حصل لها ارهاق جامد، والفاشيه اللي هي اللفافه بتاع الجسم دي. تمام. اماسكولار تنتي اللي هو ما يحصل تنيتي، يعني العضلات تبتدي تبرز كده بشكل كبير، resulting in leg cramps، عمال تجعل تقلص في العضلات بتاع الرجل. تمام. is sometimes caused by depression، ممكن يسبب depression، عم يسبب ديبريشن اللي هو برضه عم يسبب تقلصات في بعض الأحيان اوف افيلابل سكريوم كالسيوم، اللي عم يسبب انخفاض مستوى الكالسيوم بسبب الاكسيز فوسفورز ان ذا بلاد، بسبب زيادة الفوسفور في الدم. تمام. المانجمنت جالك تو ريليف الصدن كرامز، اللي تخفيف التقلصات الفجأة ديت ان ذا كالف ماسل، في عضلة الرجلة اللي هي الكالف الموجودة في الليج. تمام. قال لك in a sitting position، في وضع sitting position the woman may be advised to hold the knee stretch and stretch the calf muscle by pulling the foot upward، يعني هي تقعد المظهر دي في وضعية الجلوس، وتحاول تنصح المرأة ان هي تمسك ركبتها باستقامة كده، يعني وهي ركبتها مستقيمة تبتدي تحاول تعمل تمسكها هولد تمام، وتبتدي تمدد عضل اللي تحت دي، عضلة الربوة اللي هي زي ما نقول كده السمانة. تمام. يعني انت تحاول تمسك في ركبتك من فوق كده وتتني ظهرك لورا، اللي هو وانت في وضع السيتنج، ممكن اي حد فينا يعملها وهو قاعد عادي، بتحصل يعني. تمام. She stands firmly on the affected leg and strides forward with the other leg، يعني نبتدي نثبت الرجل المصابة وتتقدم للأمام مع الرجل الأخرى، يعني تحاول انت تثبت الرجل المصابة واللي انت حاسس بوجع فيها وتتحرك بالتانية أكتر. تمام. قالك the raise of the foot of the bed about 25 سنتي، ترفع قدم السرير، تحاول ترفع الفوت اوف ذا بيد اللي هو نهاية السرير، يعني تحاول ترفعها 25 سنت كده. application of the hot water bottle or gentle، يعني تحاول تضيف مياه سخنة كده، or gently leg movement، وحركات gently كده، حركات خفيفة للليج. تمام. and warm change circulation and remove waste product from المصل، وتحوش اللي هي النفايات والكلام ده كله. تمام. بعد كده قالك eat a diet which adequate calcium or prescribed calcium، يعني تحاول تاخد الغذاء الغني بالكالسيوم، او لو موصوف لك كالسيوم ده في كالسيوم يعني تاخده. تمام. heat may be applied to the area of the muscular cramps، يمكن تطبيق الحرارة على منطقة التقلص بتاع العضلات دي. قالك الهيت may be applied the area of the muscle cramps. تمام. the doctor may prescribe vitamin B، ممكن الدكتور يوصف فيتامين B complex and calcium supplement وامدادات الكالسيوم لو لقى عندك الحالة دي، او لقى عند الست دي الحالة دي بتتكرر على طول. تمام. بعد كده قالك في الجنتورينري سيستم، في الجهاز البولي التناسلي. اول حاجة بيحصل frequency of الميكوتريشن اللي هو زيادة
تمام. قال لك in a late weeks في الأسابيع اللاحقة later weeks it occur because عما يحدث بسبب ايه في تلهيت بسبب زيادة رأس الجنين usually enter the pelvic عم يبتدي يدخل في الحوض بقى لما خلاص في آخر فترة من الحمل أو آخر فترة من الحمل، أيوة اللي هو قبل الولادة بشوية صغيرين كده يبتدي ينزل الهيد بتاع البيبي في البلفيك في عظام الحوض كده، تمام. وريديوس السبيس ريكوايرد باي ذا بلادر عم يبتدي يقلل المسافة المطلوبة بتاع البلادر، يعني البلادر عم يبتدي يحصل لها ايه يبقى ضاغط عليها جامد كده فعما يقلل المسافة بتاع البلادر. تمام. قال لك the pregnant woman should be reassured that the problem is resolved after delivery. لازم تطمن المرأة الحامل ان المشكلة بتاعتها دي تتحل بعد الولادة مباشرة. تمام. بعد كده قال لك الليكوريا ديت اللي هي الافرازات بتاع الدم. قال لك it increase white عم تبتدي افرازات مهبليه تزيد non irritable vaginal discharge، زياده افرازات مهبليه بيضه كده وايت بيضه، تمام، غير مزعجه، هي مش مزعجه تماما بس هتبتدي تزيد الافرازات ديت خلال الاشهر الاخيره during later months of pregnancy في الاشهر الاخيره من الحمل. تمام. مانجمنت بقى او تريتمنت. قال لك داشنج should be avoid during البريجنسي، يجب تجنب الدوشنج اللي هو الدش، يعني تحاول الدش يعني تحاول تقلل مثلا الاستحمام في الفترة دي. تمام. قال لك in pregnancy expect when specifically ordered by the physician، يعني الا لما يؤمر الطبيب بذلك. تمام. in addition to regular passing، يعني بالاضافة للاستحمام المنتظم vulva may be rinsed with warm water after each avoiding، ممكن تشطف الفالفا كده الفرج بالمية بعد كل voiding بعد كل افراغ، يعني تيجي تفرغ اليورين تيجي تعمل تشطف مثلا او بعد الاستحمام انت تشطف الفالفا كده. تمام. قال لك wearing الكوتون اندر وير، يعني تحاول ترتدي الملابس الداخلية كده ملابس قطنية. تمام. and sanitary napkins usually gives a feeling of cleanliness and comfort، وهنبتدي يضيفوا مناديل كده صحية، تمام، طبية، يعني هنبتدي يضيفوها كده عشان تديهم احساس بالكلير والكمفورت، الراحة والنظافة. تمام. النظافة if the discharge is abnormally prophase، إذا كان الإفراز غزير، لو كان الإفراز بقى زيادة عن اللزوم أو بشكل غير طبيعي كده. تمام. قال لك فول سميل، يعني ابتدى بقى يقلب لحياة مزعجة. تمام. and distressing by president itching، وممكن يسبب حكة مستمرة كده and burning وحرجة. تمام. الميديكال انفستيجيشن هبتدي بقى نوصف ميديكال بقى is needed for possible pathological causes، بسبب الحالات المرضية المحتملة ده هنبتدي نوديها فحص طبي ونبتدي نوصف لها حاجات طبية وأدوات بتاع ده دواء طبي وكده. تمام. عشان تقلل عندها الحرجان ده. تمام. بعد كده السيركولاتري سيستم اللي هو نظام الدورة الشرعية. قال لك السوباين هايبوتنسيف سيندروم، متلازمة انخفاض ضغط الدم. it may cause dizziness، يعني ممكن تسبب الدوخة. تمام. and faint والشعور بالإغماء feeling during the later months of pregnancy، في آخر شهور من الحمل كده أو في الشهور الأخيرة في نهاية الثيرد ترايمستر كده تبتدي الأم دي تحصل بالديزنس بالإغماء بالدوخة قصدي والفينتلينج اللي هو تحس إن هي يغمى عليها وكده. تمام. قال لك the inferior vena cava may be compressed by pressure of the heavy pregnant uterus. قال لك قد يضغط الوريد الأجوف السفلي دوت على على الرحم الحامل، عشان كده لازم نخلي الأم لايز تستلقى على ظهرها كده، اللي هي تنام على ظهرها يعني، عشان نعمل decrease للفينوس return to the heart، عشان نقلل من انخفاض العودة للقلب. تمام. بعد كده المانجمنت. قال لك
المانجمنت and immediate change of the position of the left side is important for the mother comfort. التغير الفوري للوضع على جانب الايه على الجانب الايسر كده مهم للراحة بتاع الام، يعني تحاول تغير لها الوضعية بتاعتها، وبالذات على الجانب الشمال هتبتدي تريحها اكتر. تمام. أفولد التاول بليزد أندر ذا رايت هيب، الفوطة المطوية كده محطوطة تحت الرايت هيب اللي هو الورك اليمين كده. واليوجوالي ديسبليزد ذا يوترس انف تو بريفنت اور ريليف سيمبتومز، عما يبتدي يقلل من الأعراض أو يمنع الأعراض دي. تمام. بقى كده الفاركوسايتس اللي هي الدوالي دي يا عمي أنزول الفاركوس فينز دي اللي هو الفاركوس فينز دوت اللي هو وريد اللي بيبقى عند منطقة الدوالي أو الوريد اللي بيعمل إيه الدوالي. تمام. قالك are conferred to the legs، محصورة بين الساقين أو في الساقين. they may occur in a vulva، ممكن يحدث في الفرج في الفالفا. الفاركوس veins in the vulva are very rare and painful، يعني ان الفين بتاع الدوالي دوت الموجود في الفالفا دوت لو حصل فيه ان هو ابتدى يتضخم، يعني يحصل فيه الدوالي اللي هو تضخم يعني. تمام. فدوت نادر جدا ان هو يحصل، فيري رير يعني نادر جدا، وهو كمان بينفول جدا يعني مؤلم بطريقة غير طبيعية. تمام. قالك البين اوف الليجز اللي هو ألم في الساقين is a common symptoms من الأعراض الشائعة even when the veins are not visible، مش عما يكون الأوردة غير مرئية. تمام. الكوزز بقى الأسباب بتاعته قالك بروجسترون ريلاكسز تو ذا سموث ماسل، هبتدي البروجسترون بقى اما يريح العضلات دي. تمام. العضلات السموث الملساء. ذا فينوس اند ريزلت ان سيجليش سيركيوليشن، ويؤدي لتباطؤ الدورة الدموية. بقى السيركيوليشن الدورة الدموية تبتدي تتباطأ. تمام. قالك the valves of dilated veins become inefficient and varicose veins result، بتبتدي الصمامات بتاع الأوردة المتوسعة دي تبقى تبقى تضيق كده ويصبح يبقى موجود دوالي يعني. تمام. قالك المانجمنت اللي احنا نقدر نعملها او التريتمنت. وان بريفنتنج ميجرنج، من بعض الاجراءات او احد الاجراءات الوقائيه is to sit down with the feet elevate، يعني الجلوس مع رفع feet elevate يعني مع رفع القدم، يعني انت تقعد وترفع رجليك لفوق كده. تمام. if it is necessary to stand up، اذا كان من الضروري ان انت تقف. moving the legs، حرك الرجل بتاعتك about is the better than standing still، من الوقوف بلا حركة، يعني ما تقفش كتير، ما تقفش وبس. لو انت هتقف او انت هتحب الوقفة مش هتقعد وترفع رجليك، اتحرك يعني تمشي كده شوية وكده شوية والكلام ده. تمام. بعد كده قالك lying flat on the bed، اللي هو تبتدي تستلقى على السرير with the legs evaluated 45 degree، وتحاول ترفع السرير 45 درجة. تمام. قالك resting them one of food stool for من 5 ل 10 minutes اللي هو في اليوم. تمام. يعني تحاول ان انت تعمل ريستنج الفود ستول، تحاول تريح رجلك. تمام. على مسند كده او على مخدة يعني. تمام. من 5 ل 10 minutes 3 or 4 times in day، يعني من 4 ل 5 مرات في اليوم. والهيلب ريديوس عما يساعدك على ان تتقلل من الالم بتاع الفاركوس فينز دوت. تمام. والايتشنج والحكة في الرجل. تمام. قال لك exercise أو exercising the calf muscle by resting on the toes of making a circling movement. يعني يعني تمارين العضلة اللي هي بتاع السمانة ديت، ارتفاع انت تحاول ترفع اصابع القدم بتاعتك resting the toes of foot اللي هي اصابع القدم من قدام، او ان انت تعمل making circular movement، او ان انت تعمل حركات دائرية. تعمل يساعد الانكل هيلب الفينوس تيرن، عم يساعد الانكل الوريد ده، او ما يساعد الوريد ده ان هو يرجع مكانه. تمام. قالك elastic shocking or spiral
سبايرال الاستيك باندج اللي هي الجوارب المرنه بقى في جوارب كده او شرابات موجوده في الصيدليات او في المستحضرات الطبيه، مستلزمات طبيه كده، اللي هو اسمه شراب الدوالي ديت. بنلجأ لها لو التمارين ما نفعتش او الحياه العاديه بتاعتنا دي ما نفعتش. تمام. اللي هو الالاستيك شوكينج اور سبايرال الاستيك باندج، الجوارب المرنه او الضمادات اللولبيه دي will give relief and help to prevent the venous from growing larger. لارجر يعني تحاول تمنع نمو الفينوس ده او الوريد ده اكبر من كده. تمام. they should be bought before getting up the morning after resting، يعني ممكن تلبسه بعد ما او تضع بعد الراحة، بعد ما ترتاح شوية كده في الصبح والكلام ده كله. تمام. بعد كده طاي الباندس that interfere with return circulation should be avoided، يعني قال لك يجب ان تتجنب الحياة الضيقة، يعني متحاولش مثلا تلف او يكون مثلا شراب الدوالي انت هتلبسه ده يكون ضيق بنسبة كبيرة، لا هو بيبقى مظبوط او ليه مقاسات. تمام. قال لك الانجورجد فينز ان ذا فالفا may be relieved، يعني الأوردة المختلفة او الانجورجد اللي هي الأوردة المختنقة دي او الأوردة اللي ابتدت تدخل في الفالفا في الفرج يمكن تخفيفها. نحاول او الأوردة الموجودة في الفالفا دي ممكن نحاول نخفف الألم بتاعها عن طريق lying flat and evaluate the hips، ان هو تحاول تستلقي او تنام بشكل مسطح وترفع عليه الهيب الوركين بتوعك، or be adapting the evaluate semi position، او من خلال وضع السيمي بوزيشن اللي هو نص رفعة كده. تمام. for a few minutes لبضع دقائق لعدة مرات قليلة في اليوم. تمام. applying pressure to the vulva by means of the folded up hand towel، يعني تضغط على على الفالفا، على الجزء بتاع الفالفا كده بيد مطوية، تطوي ايدك كده، هتلم ايدك على بعضيها وتحاول تضغط على الفالفا بصورة مستمرة شوية. تمام. ده هيساعدها ان هو يسبب الفين بتاع الدوالي دوت، يحاول يخف الألم بتاعه. تمام. بعد كده كمان قال لك الهيمورويدز اللي هي البواسير. they are varicose veins، برضو عبارة عن دوالي ذات protrude from the rectum اللي هو تبرزان في المستقيم. هي برضو دوالي بس عم تبرز في منطقة المستقيم، فدي تسمى البواسير. تمام. they are extremely painful and may itch، يعني هي مؤلمة برضو للغاية وممكن تسبب الحكة وممكن تسبب bleeding نزيف. قال لك straight incidence to constipation and pressure made by the enlarging uterus may cause them. قال لك ان الاجهاض دوت الناتج عن الامساك والضغط عم يبتدي يزيد بسبب ان اليوترس عم يبتدي لما يكبر يبتدي يضغط عليهم كده فيعمل فيهم بين شديد، ألم شديد. تمام. كان مانجمنت او التريتمنت قال لك exacerbation of الهيمورويدز will be reduced by avoidance of constipation، اللي هو ان انت تحاول تقلل من البواسير دي او ان انت تبتدي تعالجها، ان انت تقلل من ان انت تحاول تتجنب الامساك، ما تخليش يحصل لك كونستيبيشن امساك. تمام. يعني يحصل لك امساك خد حاجه ملين، فما تخليش الامساك يزيد معاك فتره كبيره، فده ممكن يعمل لك ممكن يعمل لك بواسير هيمورويدز. تمام. قال لك push them back gently into the rectum after lubricant the finger with petroleum jelly or cold cream، ادفعهم من الخلف برفق. قال لك ان الفينز ديت بتبقى ظاهرة، بتبقى ظاهرة كده، فانت تحاول في على 2 fingers او على فينجر واحد انت تحط بتروليوم جيلي او لوبريكانت ايا كان. تمام. وتحاول تدفعهم كده بوش زم بشكل جنتل. تمام. قال لك لاينج داون وذ الهيبز ايفالويتد، يعني تحاول تنام وترفع الوركين اللي فوق كده ونبله على وسادة او على مخدة. تمام. اند ابليكيشن اوف الايس باج، وممكن برضو تحط كيس تلج او كيس من التلج او الكولد كومبريشر اللي هي الكمادات الباردة ديت على على الانس، على فتحة الشرج. تمام.
جالك ذا فيزيشن مي بريسكرايب الميديكيشن اوينتمنت، ممكن الدكتور يوصف لك شويه مراهم، تمام، واللوشنز اللي هي المرطبات او المستحضرات، تمام، اور السبوزيتوريز اللي هي اللؤوس يعني وكده، ان كوز اوف سيفير كونديشن، في الحالات السيفير، في حالات الاصابه الشديده، تمام. تمام. اوبريشن از ريرلي ريسورد، يعني ممكن كمان نادر جدا من قصدي، او اللي هو ممكن يعني انت تحتاج لعمليه، بس ده في الحالات الشديده، يعني في حالات نادره جدا، تمام. بعد كده الايه الأديمة اللي هي الورم. قال لك swelling of الفيت is very common during البريجنسي، انتفاخ في القدمين، ده وده ايه شائع common جدا في الايه في during pregnancy اثناء الحمل. and sometimes there is also swelling of الهاندز، وبرضه في بعض الاحيان لما يحصل الأديمة ديت في الايه في الهاندز، تمام. قالك الأديمة may be confined to the back of the ankles، يعني ممكن يكون الورم ده محصور في الجزء الخلفي من extended up of the legs، موجود في الجزء الخلفي من الليج كده، يعني في الجزء في عند منطقة الكاحل كده، تمام. تمام. قال لك وممكن تمتد الليجز اب اند سايز، يعني ممكن تمتد على طول الليج والسايز اللي هو الفخذ يعني، تمام. اند مي ايفيدنس انكلود الفالفا، ممكن تطلع لفوق كمان لحد ما توصل للفالفا، تمام. تمام. قال لك it is physiological and result from mechanical interference، اللي هو قال لك دوت تغيرات عم تحصل فسيولوجيا وعم تبتدي تتدخل في الريزلت في النتائج مع العائد الوريدي والدورة الدموية الايه الاخرى، الفينوس ريتيرن، العائد الوريدي والسيركولاتوري والدورة الدموية اللي عم تبتدي يحصل فيها تعديلات موديفيكيشنز في البريجنسي، تمام. تمام. فدي تغيرات ايه فسيولوجية، تمام. تمام. بعد كده قال لك المانجمنت او التريتمنت، لاينج داون ان لاترال بوزيشن، انت تستلقي في الوضع الجانبي كده، الفيفرز فينز ريتيرن فروم ذا لور اكستريميتيز، اما ابتدي يرجع الوريد ده اللي هو الفينوس ريتيرن، الفيفروس فينوس ريتيرن دوت عم يرجع مكان لما تكون لاينج داون في اللاترال بوزيشن، يعني نايم على جنبك كده، اللور اكستريميتيز اند ديكريز فلويد ريتيرنز، وهنبتدي ايه نقلل احتباس السوائل، يعني ريتنشن، ما نحاولش تحبس السوائل، يعني لما تكون عايز تخش حاول نخش عادي، تمام. sitting with the feet resting on the chair of الفوت stool also will give some relief، يعني ان الجلوس مع وضع القدمين على كرسي، يعني تحاول تقعد وتحط رجلك قدام على كرسي كده او على مسند، ده برضه هيوفر لك بعض الايه الريستنج اللي هي الراحة. فور امبلويد وومن، قالك بالنسبة للمرأة العاملة او الموظفة يعني، elevate اوف الفيت اوف 10 او 15 متر، تحاول ترفع رجليها برضه او تحطها على تشير قدامها لمدة 10-15 دقيقة، تمام. several times، عدة مرات في اليوم، عشان تزود من الكمفورت او الريستنج بتاعتها او الراحة بتاعتها، تمام. قال لك ديتري صلاة restriction is not indication since sodium retention is not an etiological factor، يعني قال لك مش هنشير الى تقييد الملح الغذائي، يعني ما تحاولش تزود من الملح الموجود في الغذاء بسبب احتباس الصوديوم، ودوت مش هيكون عامل خير يعني او عامل حلو كده لايه اللي اسمها هي ديت اللي هي الأديمة، تمام. فزيادة الملح دوت أو أو زيادة الملح قصدي هيكون عامل مهم. ليه؟ الملح بيشرب المية، والملح بيحب المية، تمام. لا، العكس الملح هو بيحب الماء عشان بيدوب فيه فعلا، فانت لما تزود الملح هتبتدي يزود لك نسبة السوائل، يعني ايه؟ يعني هتبتدي يزيد السطح بتاع السوائل، حاجة دابت في المية فابتدت تزيد المسافة بتاعتها، لما تيجي تحط السكر على المية كده فتلاقي الكمية زادت، فانت حركت جزيئات السكر جوه المية او جزيئات الملح جوه المية في كمية زاد، فكده زود لك كمية السوائل وعمل لك احتباس للصوديوم، فده يعتبر حاجة وحشة، تمام. الصوديوم انتيك از نيسيسري، ان انت تحاول تتناول الصوديوم دوت برضو مهم جدا ليك، تمام.
بعد كده الانسومينيا اللي هو الأرق، قالك إن الفيزيكال ريزون انكلود عم تشمل الأسباب المادية physical difficulty in findings and comfortable position، صعوبة إيجاد وضع مريح، يعني قعدت في السيتنج اللي انت في اللاينج لاترال مش عارف ايه، مش قادر تلاقي مكان أو وضعية مريحة ليك. تمام. in bed على السرير because of a large and كومبرسام بودي، جالك بسبب حجم الجسم الكبير والايه والمرهق، هيبتدي يحصل له فتيج تعب. تمام. الفيتال activity is often various and distributing، غالبا ما يكون نشاط الجنين قوي ومزعج، يعني ممكن يكون النشاط بتاع الجنين دوت قوي ومزعج للمظهر دي. تمام. قالك النوكتيرنال فريكوانس اوف الميكوتيريشن اللي هو التردد الليلي، تحاول انت في الليل كده تخش الحمام كتير، يعني بمعنى صح. تمام. قالك الفسيولوجيكال ريجن انكلود اللي هي الاسباب النفسيه بقى، عم تشمل ايه الاكستيتمنت اند الاتسبيشن اوف البيرس may make it hard to relax and turn off المند اوف السليبنج. قالك ممكن تجعل الاثاره دي او الولادة من الصعب ان هي تسترخي، يحصل لها ريلاكس بعد الولادة. تمام. وان هي تحاول تيرن اوف المايند اوف سليبنج، تحاول توقف الذهن عن النوم، يعني دماغك ما تفكرش، او دماغ الومن دي ما بتفكرش في حاجة غير كده، ما تحاول ممكن ما تخليهاش تنام بسبب التفكير. تمام. قالك dreams about labor and the infant may be more frequent and sometimes الأحلام، يعني الست الحامل أو الست الومن اللي هتولد ديت بالذات في أول مرة بتدي يكون عندها أحلام كتير، هتولد ازاي مش عارف ايه الكلام ده كله، فده هيسبب لها ايه انسيمينيا. تمام. المانجمنت قالك warm drink or warm bath at bed time or resting some light material in bed، يعني تحاول تتناول warm drink مشروبات دافية وورم باث حمام دافي برضو، وبيد تايم تاخد وقت من النوم يعني، وريدنج sunlight وقراءة بعض المواد الخفيفة كده في البيت في السرير. أباك رب with a soothing location promotes relaxation. قالك فرك الظهر، يعني تحاول تدعك الظهر كده، تعمل مساج للظهر، تعمل مساعد برضو في الريلاكس. relaxation techniques learned in parenting classes are beneficial now، يعني التقنيات اللي انت اتعلمتها في الكلية ديت او في الكورس اللي انت خدته ده برضه ممكن تفيدك في الفترة دي. تمام. periods of rest فترات الراحة والسليب والنوم during the days اثناء اليوم ديت are important مهمة in order to compensate مهم عشان تعوض عن اللوز اوف سليب، عن فقد الفقد فترات النوم، او ان انت نمت الفترة كبيرة، يعني انت نمت الفترة قليلة، يعني تحاول تعوض عن فترات الراحة دي. تمام. قالك going to bed early may give the infant an activity، ان انت تروح تنام بدري يعني كده عم يمنح الرضيع فترة نشيطة، ويسمح المرأة الحامل بالنوم وقت المعتاد، يعني انت الست الومن دي تروح تنام بدري كده، فده عم يدي الرضيع فترة نشاط كويسة، يعني اللي هو الرضيع مثلا ست نايمة فخلاص الرضيع عم ياخد راحته في الفترة دي. تمام. وعم يسمع المرأة الحامل ان هي تنام فترة كبيرة. تمام. قالك talking through common fears of pregnancy اللي هو التحدث عن مخاوف الحمل، ده برضه ممكن يشغل التفكير بتاعها، فيحصل لها انسيمينيا وانكزيتي وقلق عارض الموضوع دوت، فما يخليهاش تنام كويس. تمام. بعد كده قالك على السكين عم يحصل اتشنج اللي هي الحكة. تمام. قالك the breasts abdomen and palms of the hands، قالك من الشيعة عصابة البريست اللي هي الثديين والبطن والراحة بتاع اليد كده تحاول تعمل فيها اتشنج شديدة. تمام. قالك على الرغم although من او الكومن affect الاريا المناطق الشعر لما تأثر دي although itching may be generalized to enter body، وممكن كمان الحكة دي تنتشر جوه الجسم او في الجسم كله. تمام. الكوزس الاسباب بتاعتها قالك زي انكريز
الاكزيروتي فانكشن اللي هو ما يؤدي لزيادة الوظيفة بتاع او الاخراج بتاع الجلد. يعني مثلا في عند الهاند وكده في مسام العرقية او الغدد العرقية، فعما تزود الافرازات دي. تمام. من ريزلت قالك ممكن يكون نتيجة للإليمنتس اوف الريتنج سابسكنس اوف باي ذا سكين جلاندز، اللي عم يبتدي يؤدي للتخلص من المواد المهيجة للغدد الجلدية. يعني الغدد العرقية مثلا انت عرقت من حاجة، في حاجات مهيجة للغدد دي. تمام. فانت تحاول تبعد عنها. تمام. بعد كده stretching of the skin owing to weight gain، تمدد الجلد بسبب زيادة الوزن، اللي هو الجلد هيبتدي يتمدد كده بشكل زيادة عن اللزوم بسبب الويت جين، اللي هو كسب الوزن او زيادة الوزن. والجرونج اليوترس والنمو الرحم and الفلويد ذات is help in the skin، والسوائل الموجودة برضه عم تساعد في الجلد. تمام. قالك generalized aging over the abdomen result، الحكة الموجودة في منطقة البطن ديت result from بتنتج من الليفر response to pregnancy، من استجابة الكبد للهرمونز بتاع البريجنانسي، للهرمونات الحمل ديت and raised bilirubin levels، وعمتدي يرفع مستويات البيليروبين في الدم. تمام. المانجمنت بقى والتريتمنت explain the pregnant woman that itching will be reduced after child birth، تشرح لها ان الحاجة دي هتخف بعد ما تولد تماما، عشان ما تخافش من حاجة ويقل تفكيرها والكلام ده كله. تمام. باسنج ان ورم ووتر، تحاول تستحمى بورم ووتر بمياه دافية ذان الهوت ووتر، مش مياه سخنة. تمام. اند ادنج الصوديوم بيكربونات، وممكن تضيف الصوديوم بيكربونات تو ذا باص للحمام دوت. تمام. قال لك توبينج اللي هو التجفيف، رازر زان رابنج اللي هو التجفيف بالمنشفة، تحاول تنشف الجلد من المنشفة بدلا من انت تفرك الجلد، بدلا من الرابنج، بدلا من الفرك يعني. تمام. قال لك تو دراي ذا سكين ويز ا تاول، انت تنشف بالتاول الفوطة دي. والريديوس ستيميوليشن اوف سكين، هتسبب او هتقلل من المحفزات بتاع الجلد، المحفزات اللي هي ما تحفز ان انت تكرش. مثلا انت عندك حساسية من كذا، من حاجة معينة، فانت مستخدم فوطة انت تجفف الجلد بتاعك كده، مش هيحصل لك الحساسية من الحاجة دي. تمام. قال لك اللوشنز اند الاويلز اللي هي المرطبات والزيوت ديت ار اوفن هيلبفول، ممكن تكون مساعدة جدا. اند رابنج زيم اون ذا uncomfortable اريا، تحطها في الاماكن اللي انت حاسس بيها بعدم الراحة، هتسبب لك comfort، راحة. تمام. sometimes change soaps، في بعض الأحيان ممكن برضو الصابون or reducing the use of soap، ممكن في بعض الأحيان الصابون ده هو يكون سبب الاتشنج، ويكون سبب الحساسية اللي عندك حساسية من الصابون ده عادي جدا. تمام. فانت تقلل من استخدام الصابون او تاخد باسنج بدون صابون دوت، هيبتدي يعمل لك comfort، يعني يريحك. تمام. بعد كده قال لك لوز ونورستاتيك اكتيف كلوثينج incomfortable and not induce itching، يعني الملابس اللي هي الكتان ديت. تمام. الملابس الكتان دي لما تلبسها هتلاقيها بتحس انها بتشكشكك كده. تمام. فدوت يسبب لك uncomfort خالص، ويسبب لك حكة في جلدك، تقعد مثلا تكرش في الحتة دي، او انت مثلا لما تتشك بحاجة ممكن تكرش في المكان ده. تمام. فالملابس اللي هي زي كده بتسبب لك itching. تمام. يا كريم يا رب. بسم الله مش طيب. تمام. بعد كده الانتي هيستامين that are prescribed by the doctor will provide limited comfort، يعني الانتي هيستامينات اللي الدكتور ممكن او انت تروح للدكتور هيديك انتي هيستامينات كده كويس عشان توفر لك عدم الاتشنج دي، انت ما تحاولش تخليك تكرش تاني خلاص. تمام. اتمنى تكونوا فهمتوا المحاضرة الطويلة الرخمة دي والله، بس هي كلامها سهل وبسيط يعني ان شاء الله. اتمنى تكونوا فهمتوها ان شاء الله باذن الله. بس